دكتور، هو العلاج النفسي دواء ولا كلام؟ كمية الناس اللي الأمر ده مختلط عندها كتير جدا. العلاج النفسي ينقسم إلى نوعين. النوع الأولاني هو أن يكون فيه أدوية لازم تتاخد وبتتاخد على حسب الحالة المرضية. النوع الثاني مسموش كلام، اسمه العلاج النفسي، لأنه الناس بتتخيل إن إحنا قاعدين بندردش مع العيان، لكن هم مش عارفين إن دي مدرسة علاجية إحنا ماشيين عليها، سواء كانت مدرسة التحليل النفسي، مدرسة العلاج المعرفي السلوكي، مدارس كتير. فالكلام ما بيبقاش زي أصحابنا وإحنا قاعدين نرغي معاهم، الكلام بيبقى متوظف في دماغ المعالج إنه يساعد العيان بيه إنه يكتشف نفسه ويحسن من أدائه ومن سلوكه. الأدوية ليه بعض الحالات بنضطر نديها أدوية، سواء حاجات خفيفة فترات قصيرة، بس لو الحالة جاية متأخرة وتقيلة هنضطر ندي أدوية كتير، ودي مش غلطتنا. غلطة اللي بيتأخر في إنه هو يلجأ للطب النفسي. العلاج النفسي هو دوائي وكمان علاج نفسي بالمدارس العلاجية المختلفة، أسلوبها الكلام بس هو مش دردشة.